في الفيديو ده انا هعرفك الاسعار اللي انت المفروض تدفعها لاي مكتب، والمفروض تعمل ايه وانت بتقدم سياحه. يعني تعرف ازاي المكتب ده هيترجم لك اوراق بكام، الموعد هيبقى بعامل كام، المكتب هتقدم لي ايه عشان تاخد مني المبلغ اللي انت ذكرته. في الفيديو ده انا هعرفك التكلفه كامله لاي دوله تبع الاتحاد الاوروبي هتكون عامله في رينج كام. هيكون عندك كم من المعلومات بحيث لما تيجي تقعد مع اي مكتب سياحه او اي موظف تبقى فاهم هو هيقدم لك ايه. علشان طبعا في مكاتب كتير بتطلب مبلغ ثابت، يعني بتقول لك والله انا هعمل لك الملف ده عامل 15000 جنيه من غير الترجمه. طب حضرتك انت هتعمل لي ايه بال 15000؟ هيقول لك انا هقدم لك على اوروبا. طيب المفروض تكون فاهم هو هيعمل لك ايه بالمبلغ اللي هو واخده منك. فانا هشرح لك بالتفاصيل اسعار الخدمه اللي انت المفروض تاخدها من اي مكتب هتقدم معاه. يعني على سبيل المثال انت هتقدم مثلا فرنسا، تمام، او المانيا. الاسعار بتتراوح. طب انا قبل ما اتكلم في الاسعار، انا هقدم المانيا او فرنسا ازاي؟ هل انا باخد الاوراق بتاعتي من المكتب اللي انا مقدم معاه واروح بقى السفاره نفسها؟ انا هعرفك طريقه التقديم ازاي عشان تبقى فاهم برضو كل حاجه بتتم ازاي. عشان اقدم انا على اوروبا، تمام، لازم اجيب موعد من المكتب اللي تابع لسفارات اوروبا، زي مكتب تسهيل لو انت لما بتيجي تقدم على السعوديه، تمام. ففي وكيل معين بيستلم منك الاوراق مش السفاره نفسها. كذلك برضو اوروبا في مكاتب تابعه للسفارات. فانت عشان تروح تقدم في المكتب ده اوراقك لازم تكون معاك موعد. فانت اول مره تقدم على اوروبا، فانت مش عارف ازاي اجيب موعد، فبتلجأ لمكتب سياحه يجيب لك الموعد. يبقى رقم واحد لازم تجيب موعد علشان تقدم اوراقك، تمام. خلينا ماشيين خطوه بخطوه. دلوقتي عندك مثلا المانيا، انا عايز اقدم على المانيا، فالمكتب هيجيب لي موعد لسفاره المانيا. طبعا وهو بيجيب لك الموعد بيبقى على الموقع فيه رسوم للموعد. الرسوم دي مثلا عامله 1500 1600 ايا كان المبلغ. فطبعا اللي بيجيب لك الموعد بيحط لنفسه نسبه ومفيش مشكله، بس المواعيد ما تبقاش اوفر. يعني الموعد يتراوح من 2500 ل 3000 بالكتير، بالكتير 3000 جنيه، تمام. يبقى رقم واحد بيجيب لك الموعد، وبناء على الموعد بيقول لك الموعد ده عامل كذا. رقم اتنين، بعد انت ما بتجيب الموعد هو بيطلب منك، بيقول لك في اوراق انت لازم تستخرجها بنفسك، زي مثلا شهاده تحركات موجهه للسفاره. انت بتاخد الجواز السفر بتاع حضرتك وبتروح تطلع شهاده تحركات، مفيش مكتب هيطلعها لك، دي حاجه لازم انت تطلعها بنفسك، تمام. قيد عائلي، قيد عائلي من السجل المدني موجه للسفاره، دي برضو انت حاجه بتطلعها بنفسك. كشف حساب بنكي اخر 6 شهور بتطلعه قبل ميعادك مثلا باسبوع. فالاوراق دي انت بتستخرجها بنفسك. طب المكتب هيعمل لي ايه؟ المكتب هيعمل لك حاجه اسمها الابليكيشن، وخطه الرحله والفندق مبدئي والطيران مبدئي. الابليكيشن ده طبعا اللي هي بياناتك، بيانات حضرتك بيملى الابليكيشن من خلال موقع السفاره. والملف اللي هو بيعمله لك ده بيتراوح يعني من 1500 بالكتير 2000 جنيه. فاحنا قلنا مثلا 3000 جنيه موعد، و2000 جنيه بالكتير جامد لو انت بقى مكتب وشغل جميل ومنظم كده 5000. طيب في فلوس ثانيه المفروض ياخدها في حاله لو هو ترجم لك اوراقك. يعني اوراقك دي اللي هي 3 4 ورقات اللي انت طلعتهم بالعربي لازم يترجموا ترجمه معتمده انجليزي. فالمكاتب الترجمه بتتراوح من 100 جنيه ل 150 جنيه في الورقه. يعني انت لو هتديله 3 4 ورقات، فالاربع ورقات بالكتير 800 جنيه. فاحنا بنتكلم بنقول 1000 جنيه ترجمه. لو هو هيترجم لك ويجيب لك الموعد ويعمل لك الملف، 1000 جنيه ترجمه، 3000 جنيه موعد، 4000، 2000 جنيه ملف، 6000 جنيه. يبقى انت المفروض في رينج 7000 جنيه يكون عامل لك كل حاجه، كل حاجه، تمام. بتروح بقى في ميعادك المكتب اللي تابع للسفاره، اللي هو مثلا هو جاب لك موعد من المكتب اللي تابع للسفاره. العنوان المكتب بيكون في ورقه الموعد، والتاريخ بيكون في ورقه الموعد، والوقت بيكون في ورقه الموعد. بتروح المكتب اللي تابع للسفاره، بتقدم اوراقك الشخصيه اللي انت طلعتها مع البرنامج الرحله اللي المكتب عامله لك مع الاوراق المترجمه. وانت بتقدم بتدفع رسوم تتراوح بالمصري 7000 جنيه. كل السفارات بتاخد بالمصري ما عدا مثلا سفاره اسبانيا. سفاره اسبانيا بتاخد بالدولار، تمام. يبقى نقول مثلا 7000، نقول 8000 جنيه. هتدفع 8000 جنيه علشان تقدم على اي دوله تبع الاتحاد الاوروبي. هو 8000، هو يعني في الطبيعي اقل من كده، اقل من كده 2000 جنيه او 1500، بس احنا نقول 8000 جنيه بالكتير. 8000 والمفروض هو 7000 جنيه.
يبقى كده المفروض المبلغ كله بيخش في 15000 بالتقديم بكله. انت كده قدمت بنفسك، محدش هيجيب لك التأشيرة، انت كده ورقك هو اللي هيجيب لك التأشيرة، عملت كل حاجة بنفسك. لو جات لك التأشيرة مش لازم تديله فلوس، خلاص هو خد اتعابه اصلا. اصل انت كده كده وارد انك 70% تاخد رفض، فانت لما تاخد رفض هو مش هيجي يديك المصاريف اللي انت صرفتها. فدي طريقة التقديم. بس السعر بيختلف، يعني ممكن المبلغ اللي احنا ذكرناه يزيد 2000 جنيه، يزيد 3000، يزيد 1000، على حسب نوع السفارة اللي انت جايب منها الموعد. يعني المواعيد كلها مش ب 3000 ولا ب 2000 جنيه. في سفارات الموعد بتاعها هيعمل 1500، في سفارات الموعد بتاعها هيعمل 2500 بالاتعاب، في سفارات الموعد بتاعها عامل 4000 جنيه، زي سفاره اسبانيا وصلت ل 4000 ب 2000 و 3000 و 4000، وصلت ل 4000 ليه؟ بسبب في صعوبه في حجز الموعد. فالناس اللي هي بتجيب المواعيد بيبقى معاه بوتات بتجيب المواعيد بالاي اي، تمام؟ فهو بقى بياخد اتعابه ب 4000 مثلا. عندك سفاره ايطاليا الموعد بتاعها وصل ل 6500 و7000 جنيه. فانت عرفت الاساسيات اللي هي الترجمه والملف والتقديم هيبقى عامل كام كذا. فانت لما تيجي تقعد مع اي مكتب هيقدم لك اوروبا، قول له يا باشا عرفني الموعد ده هيتكلف كام، اتعاب حضرتك عامله كام. الترجمه اقول له انا سيب الترجمه على جنب، هنشوف حضرتك هتترجمها ولا انا هترجمها. فانت لازم تكون فاهم المكتب هيقدم لك ايه، علشان ما يضحكش عليك. لان احنا في ناس كتير بتيجي تكلمنا بتقول احنا مرفوضين و... وقدمنا بمبلغ قدره كذا. فانا بسمع مبالغ، يعني مبالغ خياليه. يا باشا هو عمل لك ايه؟ يعني الراجل عمل لك ايه؟ ده كل الحوار برنامج رحله ترجمه اوراقك بتروح تقدمها، برنامج رحله موعد ترجمه اوراقك بتروح تقدمها. فانت خد بالك واسمع كتير، واسمع من كذا واحد، وخد القرار في الاخر. وما تقدمش لو انت ورقك ناقص او حسابك البنكي ضعيف. قوي نفسك وبعد كده جازف بال 15 20 الف دولار، تمام؟ وصدقني بالطريقه اللي انا شرحتها لك دي محدش ليه حاجه عندك لما تاخد التاشيره، تمام؟ لو استفدت من الفيديو اكتب لنا رايك في كومنت تحت، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه. السلام عليكم.